حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلام. النهاردة فيديو طويل شوية، بس عايزة اقول لكم ان هو فيه حبة افكار، انما ايه حكاية. خليكم معايا لغاية اخر الفيديو وهتشوفوا وصفات النهاردة. هي وصفات سهلة وبسيطة وما تاخدش منك ولا وقت ولا مجهود، وبتتبيلة واحدة هنعمل بيها اكتر من وصفة، يعني اكتر من وصفة. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هنعمل جمبري مقلي وسمك بربوني مقلي، وكمان هنعمل شوية شوربة جمبري انما ايه، ورز صيادية، وكمان هنعمل طاجن السمك الجامد ده. يلا بقى ندخل على التتبيلة ونشوف هنعمل فيها ايه. معايا هنا الجمبري، شايله القشره منه وغسلاه كويس، وكمان فاتحه الظهر بتاعته وشايله الكيس الرمل اللي بيبقى في الجمبري وغسلناه كويس بالميه والملح. وبرده سمك البربوني غسلاه كويس برده بميه وملح، وسمك ده سمك دراك. عايز اقول لكم ان طعمه حكايه، وبنسيبهم يتصفوا كويس من الميه. ودي راس الجمبري اللي هنعمل بيها الشوربه. التتبيله عباره عن جزرتين كبار وحزمه كرفس، معلقتين كبار مستردة، عصير 3 ليمونات، فصين كبار من الثوم، معايا هريسة شطة، ملح، كمون وكزبرة ناشفة. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. نجيب الكبة وننزل بالحاجات الجامدة دي. هنزل بالثوم والجزر والكرفس، وبعد كده هنزل بالمستردة، كله على بعض وهضربهم كلهم مع بعض يعني. هنزل معلقتين كبار من هريسة الشطة، وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الزيت، ليمون طبعا الاول، بعد كده هنزل بمعلقه كبيره من الزيت، وبعد كده هظبط الملح وكزبره ناشفه وكمون، ومنكترش كمون، ونضرب الكلام ده كله مع بعض لغايه ما ينعم خالص. شايفين منظر التتبيله؟ عايزه اقول لكم انها لون وطعم وريحه حكايه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هنزل على السمك والجمبري بمعلقه كبيره كده، او على قد ما اتبل السمك والجمبري كويس يعني. هحط التتبيله على الجمبري كده وافضل اقلب بايدي لغايه ما اتبل الجمبري كويس. بعد كده هتبل السمك. وعايزه اقول لكم انه ما ينفعش نتبل السمك قبل السوا بيوم علشان بيتهرى، فلازم تعملوه في نفس اليوم اللي هتسووا فيه السمك. وكده كل الحاجات اتبلت كويس. يلا بقى نبدا في الطاجن. الاول هجيب حله على النار وانزل فيها بشويه زيت كده، وهيكون معايا بصله كبيره متقطعه مكعبات زي كده زي ما انتم شايفين هنا. وهشوح البصل في الزيت لغايه ما يدبل كده معايا، واحط عليهم معلقه صغيره من السكر، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ورشه من الفلفل الاسود. انا بحب احط ال3 حاجات دول مع البصل وهو بيتشوح، بيخلي ريحه البصل حكايه. هفضل اشوح فيهم لغايه ما البصل يدبل شويه، وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره من التتبيله الجامده اللي احنا محضرينها. واول ما اشوحهم مع بعض بالشكل ده، هيكون معايا عصير طماطم هنزل بيهم على البصل. عايزه اقول لكم هتاخدوا طاجن سمك حكايه، بس امشوا انتوا بنفس الطريقه. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الصلصه، طبعا عشان نعزز اللون. ولما تضربوا الطماطم في الخلاط ما تزودوش ميه، خلوا الطماطم معانا تبقى تقيله شويه. ولزوم الحلاوه والحيقان بقى بنحط قرن فلفل حامي كده بيدي نكهه حلوه، ومعلقه كبيره من الخل. وبعد كده هسيب الكلام ده كله على النار لغايه ما يتسبك كويس. وبعد كده نظبط الملح ورشه كمون، وبكده بقت الصلصه بتاعت الطاجن جاهزه. هجيب الطاجن اللي هنحط فيه السمك، واحط في ارضيته كده شويه من الصلصه، وبعد كده هرص السمك. طبعا السمك انا عملته على
2 طواجن يعني، علشان مش عايزة احط السمك على بعضه. يعني على قد ما الطاجن بتاعك يشيل معاكي سمك كفاية كده. هنا بس حسيت ان الطاجن كده كفاية، فخلاص انا مش هحط تاني لان مش عايزة احط السمك على بعضه. وبعد كده من فوق السمك هحط شوية صلصة تاني علشان اغطي السمك كويس. وطبعا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن. وبكده الطاجن جاهز، يلا بينا بيه على الفرن او ندخله على الفرن. تعالوا بقى نعمل شوربة الجمبري الجامدة اللي معانا النهاردة. برضو حلة على النار هنزل فيها بشوية زيت ومعلقة كبيرة من التتبيلة الجامدة اللي احنا عاملينها. بعد كده هنزل براس الجمبري وشوح الكلام ده كله مع بعض. عايزة اقول لكم هتاخدوا شوربة جمبري حكاية. بعد كده هيكون معايا بعد ما اشوح الجمبري مع التتبيله الجامده دي، هيكون طبعا مجهزه ميه مغليه علشان انزل بيها على طول على الجمبري. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنزل بشويه ملح ومنكترش علشان انا عايزه احط مرقه، فهنزل بملح وكمون واقلبهم مع بعض كده. وبعد كده هنزل بمكعب مرقه، وبرضو هحط معلقه كده من هرسة الشطه. وعايزه اقول لكم كده الشوربه جاهزه بجد، طعمها في غايه الروعه. هسيبها بس تغلي كده وخلاص، هي كده الشوربه بقت جاهزه. عايزه اوريكم منظرها دلوقتي ولونها حكايه. عايزه اقول لكم بجد ان الكاميرا بجد ظلمها. شايفين منظرها تحفه. يلا بقى نعمل الرز. حله على النار حاطه فيها حبه زيت حلوين كده، هنزل فيهم ببصلتين كبار مقطعهم او فرماهم في الكبه، يعني ولا خشن ولا ناعم. وهشوح البصل مع الزيت. وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره من السكر علشان يتكرمل ويديني لون الكرمله بتاعه البصل. فانا هسيب البصل على النار علشان ياخد لون الحروقه دي. بعد كده هنزل ب3 كوبايات من الميه وكوبايه ونص من شوربه الجمبري. انا هنا هحط 4 كوبايات رز، فعلى ال4 كوبايات رز هنزل عليهم ب4 كوبايات ونص ميه، فعلشان كده هنزل ب3 ميه وكوبايه ونص من الشوربه. كل ده انا محطتش الرز، انا بس لسه بظبط الشوربه. وبعد ما يغلوا مع بعض طبعا هظبط برضو الملح، احط رشه من الملح واحط برضو كمون. ولو مش حابه الرز يبقى لونه غامق ممكن ما تخليش البصل ياخد لون زياده معاكي، يعني خففي اللون بتاعه ما تسيبوش زياده على النار. لكن انا بحب الرز يبقى لونه غامق، فبجد كان طعمه تحفه. وبعد ما الشوربه تاخد غلوه كده هصفيها من البصل عشان الولاد ما بيحبوش البصل في الرز، فانا هصفيها من البصل يعني. وبعد كده هنزل بالرز بعد ما الشوربه غليت بالشكل ده. وبعد كده هغطيها واسيبها على نار هاديه علشان تستوي. يلا بقى نحضر الكفر اللي هنغطي بيه الجمبري والسمك البربوني. معايا هنا دقيق، هنزل عليهم بمعلقه صغيره كده من التتبيله برضو اللي معانا اللي حضرناها، وهوت صوص كده. وبعد كده معلقه صغيره من الثوم البودر والكاري وشويه ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. وبعد كده ننزل بالميه ونقلب الكلام ده كله مع بعض، وهفضل اقلب وازود في الميه حبه بحبه لغايه ما اوصل لعجينه كده عامله زي البانكيك. هوريكم سمكها دلوقتي شكله عامل ازاي. شايفين ده المنظر الخليط او الكفر اللي انا عايزاه. ويلا بقى بينا نقلي الجمبري. طاسه على النار فيها زيت غزير ويكون سخن جدا، انزل بالجمبري في الكفر اللي حضرناه ده، وبعد كده ننزل بيه في الزيت. هتلاقوه بينفش معاكم كده ويبقى شكله جميل، والكفر ده بجد كان طعمه في غاية الروعة. شايفين منظره؟ واول ما ياخد لون بالشكل ده نبدأ نقلبه.
عايز اقول لكم ان هو الجمبري اصلا ما بياخدش كتير على النار، مجرد ما ياخد لون بالشكل ده نطلعه على طول. ويلا بقى نطلعه من على النار ونحطه في مصفى علشان لو في اي زيت زيادة ينزل. شايفين منظره ولونه بجد حكاية، وطعمه كان في غاية الروعة. وبرضو السمك البربوني هنعمل نفس الطريقة، هنزل بالسمكة في الخليط اللي انا حضرته، وبعد كده نصفيه كويس من اي زيادة وننزل بيه على الزيت او ننزل بيه في الزيت. شايفين منظره بينفش ازاي؟ معلقة البيكنج باودر بتخلي الكفر ينفش كده ويبقى مقرمش وطعمه تحفة. واول ما يبدأ ياخد لون هبدأ اقلبه. عايز اقول لكم برضو السمك ده ما بياخدش كتير على النار، وطبعا احنا سايبين الرز على نار هاديه، لو شايفين ايدين الحله اهو باينه، سايبينه على نار هاديه عشان يستوي. ونقلب السمك بالشكل ده. شايفين لونه؟ جمال الوان وجمال الريحه. عايزه اقول لكم لو بجد تعملوا الوصفات دي هتعجبكم بجد يا جماعه. واول ما السمك ياخد لون بالشكل ده يلا بقى نطلعه برضو في مصفى. تعالوا بقى نشوف الرز زي بعد ما استوى. شايفين لونه ازاي ومفلفل وتحفه. وبقى تعالوا نشوف طبعا احنا اوقات تنسوا الطواجن اللي احنا حاطينها في الفرن. تعالوا بقى نشوف الطواجن اللي في الفرن شكلها عامل ازاي. ده طبعا الجمبري والسمك بعد ما اتحمر. شايفين منظر الطواجن؟ وبكده وصفات النهارده كلها جاهزه. ده الجمبري والسمك البربوني، ودي شوربه الجمبري، وده الرز، وده طاجن السمك هتشوفوه دلوقتي. بجد حكايه. دي كانت وصفه النهارده. بجد لو عجبتكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب القناه وفولو صفحه الفيسبوك. باي باي.